المركز الاستشفائي الإقليمي بطنطان، حيث ما زال عدد من الجرحى يتلقون الإسعافات الضرورية على إثر إصابتهم في هذا الحادث المأساوي، وقد لفظ 2 منهم أنفاسهما نتيجة الجروح البليغة التي أصيب بها. الحالة الصحية للناجين هي كالتالي: استقبل مستشفى الإقليمي بإقليم طنطان 10 ضحايا حادث السير بالطريقة الوطنية الرابطة بين إقليم طنطان وإقليم العيون، حيث كان عدد الجرحى 10. من بين هاد الجرحى 2 ديال الحالات كانت حالات ديالها حرجة اللي استدعت النقل ديالها عن طريق مروحية خاصة لنقل هذه المريضة إلى مستشفى الاختصاصات بالحروق. جهود إنقاذ المصابين استدعت نقل عدد من الجرحى عبر مروحية طبية للاستعجالات تابعة لوزارة الصحة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن الطفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية. فرق الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية كثفت جهودها لإسعاف الناجين ونقل جثامين ضحايا هذا الحادث الذي وقع صبيحة اليوم على الطريق الرابطة بين طنطان والعيون على بعد 54 كيلومترا من طنطان. وقائع الحادث على لسان أحد الناجين: الناس النص اللي كانوا راكبين كل شيء كان ناس. عرفتش اخويا، كنا ناعسين تقريبا ديك 6 الصباح 5 ونص، ناعسين ما علينا ما بينا. كتسمع الدقه انفو كتسمع الدقه انفو من نفس الوقت كتشعل العافيه. الاصطدام اللي وقع واحد الانفجار، يعني داك الانفجار قوي، يعني هذاك الكاميو عنده دي برودوي، يعني لي برودوي اللي تشعل فيهم النار كثيره. حادث مروع وأليم يدق من جديد ناقوس الخطر لمستعملي الطريق، ويبين أن الطريق تقتل والسبيل الوحيد هو تحمل المسؤولية. حالة من